السلام عليكم حبابي. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي بصراحة إما غادي تخليكم تضحكوا في الأول، يا إما غادي تقولوا مستحيل هادشي ينجح، ومن بعد غادي تصدمكم النتيجة. اليوم غادي نصوبوا عصير بالقرعة. إيه نعم، بالقرعة. ولكن ماشي غير القرعة بوحدها، راه معانا حتى المونغ والتشين والحامض، وبطريقة ذكية بزاف تخلي حتى اللي ما كيبغيش القرعة يقول علاش ما جربتش هاد الفكرة من قبل. وبصراحة في هاد الغلا اللي كاين، إلا كانت عندك وصفة صحية اقتصادية وتنفع حتى الوليدات، علاش لا؟ أنا من دابا كنقولها لكم، قبل ما تكملوا الفيديو كتبوا لي في التعليق واش عمركم سمعتوا بعصير القرعة ولا هادي أول مرة، حيت اليوم راه غادي نبدلوا لكم الفكرة على العصائر كاملة. أول حاجة غنبداو بها هي القرعة الحمراء. وانتم عارفين القرعة الحمراء مفيدة بزاف، فيها فوائد كتيرة للجسم، ومشكلتها الوحيدة أن بزاف ديال الدراري ما كيبغيوهاش. ولكن اليوم غادي نوريكم كيفاش تقدر تولي عصير بنين خفيف ومقبول بزاف. كنقشروها، وهاد الجلدة ديالها معروفة قاصحة وما كتسلمش بسهولة، حتى إلا كان الموس ماضي راها كتبقى شادة راسها. ولكن سبحان الله، الجلدة من برا قاصحة بزاف واللب من الداخل واجد وسهل. وهنا كتشوف عظمة الخالق، حماية من برا والخير كامل من الداخل. ومن بعد ما كنقشروها كنقطعوها طريفات ماشي كبار بزاف باش تسلق لينا مزيان. وحتى هنا كنقول لكم اللي في الدار وعنده غير نص كيلو قرعة راه يقدر يخرج منها عصير يحمق إلا عرف الطريقة. من بعد ما قطعنا القرعة كنحطوها في كسرونة ونزيدوا عليها الماء الكافي غير باش تسلق. ولكن ركزوا معايا مزيان في هاد النقطة، الماء ديالها ما كيتلاحش، لا ما كيتلاحش. هاد الماء هو اللي غادي يكون جزء من العصير، حيت فيه النكهة وفيه داك الخير اللي خرج من القرعة ملي طابت. وزيدوا ليها شوية ديال الملحة، ماشي بزاف، غير باش تخرج ليها الذوق وما تجيش صامتة. وهاد السر الصغير هو اللي بزاف ديال الناس ما كيديروش، ومن بعد كيقولوا العصير ما عندوش شخصية. ومن بعد كنخليوها فوق البوطة تطيب على خاطرها. وإلا كنتو من الناس اللي كيقولوا اش هادشي عصير ولا حريرة، صبروا غير شوية، حيت اللي جاي هو اللي غادي يبدل المعادلة كاملة. ودابا جا واحد السر من أسرار المذاق اللي غادي يرفع هاد العصير الفوق: قشور الحامض والتين. ايوا نعم، ماشي العصير ديالهم غير من الداخل، حتى القشرة الصفراء من برا فيها الخير الكبير. كنحكو حامضة وحدة وثلاثة ديال التشينات، ولكن غير الصفار الفوقاني، ما ندخلوش البيض حيت البيض كيمرر، وإلا دخل بزاف غادي يفسد لينا العصير كامل. يعني بالحكاكة الرقيقة وبالراحة، غير داك الصفار اللي فيه الريحة الزوينة والنكهة المركزة. وهنا بالضبط كيبدا العصير ديالنا يتبدل من فكرة غريبة لوصفة مدروسة فيها نكهة وانتعاش. يعني القرعة بوحدها ما كانتش كافية، ولكن مع الحامض والتين كتولي القصة مختلفة بزاف. ودابا جاوبوني، شكون فيكم كان كيتخيل باللي قشور التين والحامض غادي يطلعوا بهذه النتيجة؟ من بعد ما حكينا القشور غادي نقشروا الحامضة والتشين كاملين. وحتى هنا خاص الرد البال، خصنا نحاولوا نحيدوا داك البيض كامل، حيت الا بقى غادي يجي العصير مر والوليدات ما غيبغيوهش، وحتى الكبار يقدروا يتحيروا فيه. يعني كل قطعة كنقشروها مزيان، وإلا كانت فيها شي عظيمة ولا شي خيط بيض كنحيدوهم كاملين. هاد التفاصيل هي اللي كتصنع الفرق بين عصير عادي وعصير منظم وبنين. ومن بعد كنقطعوا التين والحامض ونوجدوهم في الطبق. وحنا هنا عندنا كيلو ديال التين وحامضة وحدة باش يخرج لينا عصير منعش، فيه الحلاوة الطبيعية وفيه الحموضة المضبوطة وفيه الريحة اللي كتشدك من أول رشفة. ومن بعد بقى لينا المكون اللي بصراحة هو المفاجأة الثانية في هذه الوصفة: المونغ. ايه، المونغ. هاد المكون هو اللي غادي يعطي للعصير واحد العمق في المذاق، ويزيدو يخرج من عصير غريب الى عصير كيتشرب بالصح. كنحتاجو حبه وحده ديال المونغ، ومن الاحسن تكون طايبه، حيت الا كانت خضره بزاف المذاق ديالها ما كيكونش خارج كما خاص. كنقشروها وبصراحه كتزلق شويه في اليد، ولكن اللي بغى النتيجه زوينه راه كيتحمل هاد التفاصيل الصغار.
من بعد كنقطعوها ونوجدوها مع باقي المكونات. ودابا إلا وقفنا هنا وشدينا شنو عندنا قدامنا، نلقاو نص كيلو قرعة، كيلو ديال التشين، حامضة، حبة مونغ، القشور اللي حكينا، كاس ديال السكر على حسب الذوق، وشوية ديال الخل من بعد. واش باين لكم عادي؟ يمكن لا، ولكن من بعد دابا غادي يبان لكم باللي هاد الخلطة مدروسة بزاف. ودابا جا وقت الطحان. كنبداو اولا بالقرعه اللي سبق لينا وسلقناها، ومعاها الماء ديالها اللي ما ضيعناش، ومن بعد كنزيدو قشور الحامض والتشين اللي حكينا، ومن بعد الحامض والتشين اللي قطعنا، ومعاهم المونغ، وكنزيدو كاس ديال السكر على حسب الذوق ديالكم. الماء هنا ما كنزيدوهش كامل دفعه وحده، غير شويه على قد الطحن، حيت من بعد غادي نزيدو الماء باش يخفى في الخليط. يعني ما تسرعوش، خدموا بالعقل وخليو الخليط يتدرب مزيان حتى يتجانس. وهنا غادي تشوفوا واحد المشهد اللي يحمق، اللون كيبدا يخرج والقوام كيبدا يبان، ومن هنا كتولي كتقول دابا بدات باينه النتيجه. وهنا حتى المشاهد اللي كان شاك غادي يبدا يشوف باللي ربما هاد الفكره فعلا تستاهل التجربه. من بعد ما طحنا الخليط كنلقاو باللي القوام ديالو خاتر شويه، وهذا طبيعي حيت حنا عامدين في الاول نخليوه مركز باش من بعد نقدروا نتحكموا فيه كيف ما بغينا. يعني كنقسموا الكميه الى جوج ونزيدوا ليها الماء بشويه حتى يولي عندنا العصير بالقوام اللي بغينا. وهنا كيبان الذكاء في الوصفه، ماشي غير تضربي وتحبسي، بل كتراقبي، كتخففي وكتضبطي النتيجه حتى توصل لذاك القوام اللي لا هو ثقيل بزاف ولا خفيف بزاف. ومن بعد ما وصلنا للقوام اللي بغينا كيبان لينا العصير خاتر مزيان منساجم وعنده واحد اللون زوين، ومازال باقي لينا لمسه صغيره كتكمل الذوق، وهي شويه ديال الخل من بعد التصفيه. هذه كتعاون بزاف في التوازن وكترد العصير اخف شويه في المذاق. وهنا بصراحه كتبان لينا الوصفه في الحله النهائيه ديالها، عصير صحي اقتصادي وفيه مكونات اللي كاينين في الدار، وممكن حتى تنفع الوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا القرعه بوحدها. يعني بدل ما تقعدي تشرحي لولدك راه القرعه مفيده، هانتي دخلتيها ليه في عصير بنين ويمكن يشربوه بلا حتى ما يسول. وهذا هو الذكاء ديال بصح في الطبخ، كيفاش ندخلوا الحاجه المفيده في اللي كيبغيوه الناس بلا ما يحسوا براسهم مجبرين. وشوفوا الزين في هذا العصير، راه ماشي غير فكره غريبه وخلاص، بل فكره كتجاوب على الغلاء وكتعطيك واحد الكميه زوينه وبمكونات اللي اغلبها متوفره. يعني الناس اللي عندهم الوليدات واللي كيجيوهم العصائر جاهزين غاليين يقدروا يجربوا هذه الفكره ويشوفوا الفرق. والاحسن من هذا الشيء كامل انك عارفه شنو درتي في العصير بيديك، لا مواد زايده، لا الوان، لا حوايج مفهومه، كل شيء واضح قدامك. قرعه، التشين، حامض، مونغ، شويه سكر وشويه خل، ومن هاد المكونات خرج لينا واحد العصير اللي بصراحه الا تقدم بارد غادي يفاجئ بزاف ديال الناس. انا من دابا كنقولها لكم، اللي ما جربش ما يحكمش، حيت اللي كيحكم من الاسم فقط غالبا غادي يضيع على راسو واحد الفكره مزيانه. يمكن اول مره تسمعي بعصير القرعه، ولكن منين تشوفي المراحل كاملين غادي تعرفي باللي الوصفه عندها منطقها وعندها النتيجه ديالها. جربوها وخدموها على خاطركم، واذا نجحت لكم كيف خاصها ردوا علينا الخبر وكتبوا لي بصراحه في التعليق واش كنتوا غادي تذوقوا هذا العصير ولا غير سميتو خلاتكم تشكوا فيه. هذه هي التعليقه اللي باغياها منكم اليوم، وبالصحه والراحه عليكم كاملين.